السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا وسهلا بيكم في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونة. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل طريقة عمل صلصة الطماطم بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتتبسطي من الطريقة دي. الطماطم اليومين دولت رخيصة ب4 جنيه الكيلو، والطماطم ما شاء الله حمرا وجميلة، يعني هتبقى في الصلصة ممتازة جدا. فانت تقدري تجيبي الكميه اللي انت محتاجاها. انا هنا جايبه حوالي 8 كيلو طماطم. تمام. هحطها هنا في المصفى وهغسلها كويس ونقطعها مع بعض في الطبق، وهقول لكم هنعمل ايه فيها. احط الطماطم تحت الحنفيه واشيل منها اي حاجه ماهيش كويس. احنا شايفين كده. تمام. وبقطع قطع صغيره، يعني الربع قطعتين. الربع بنقطعه قطعتين عشان يبقى سهل معاكي وهي بتستوي على النار. الكمية كلها بالطريقة اللي احنا شفناها دي. كده انا قطعت كمية الطماطم كلها، وهناخدها دلوقتي نحطها في الحلة. وهنا انا حطيت كمية الطماطم بتاعتي كلها في قلب الحلة، مفيش اي اضافات خالص حطيتها ولا حتى مية، لان لما الطماطم هتبدأ في الغليان هتخرج معايا مية كتير. تمام. كل اللي هضيفه دلوقتي فوق الطماطم معلقتين كبار سكر، وده علشان الحموضة ما تبقاش الطماطم والتسبيكة بتاعتي حامية. وهنضيف معلقتين كبار زيت. هنضيف مع بعض السكر معلقتين كبار، وهنضيف معلقتين الزيت، مشغلين عليها النار دلوقتي. النار اقل من المتوسط، وهنغطي عليها الحلة وهنسيبها. دلوقتي كده شايفين هي بدأت في عملية الغليان، وزي ما احنا شايفين معانا هي خرجت مية كتير، مع ان انا محطتش ولا نقطة مية. تمام. هنسيبها برضو كده وبعد شوية نشوفها تاني. لما تيجي ترفعي كده تلاقي كل قطعة طماطم بقت دبلانة ولونها اتغير خالص. وهنا انا عندي الطماطم عصرت كل الكمية وحطيتها في الحلة، وسبتها تتبخر وتتقل معايا لغاية ما المية اللي فيها تنشف خالص. تمام. زي ما انتم شايفين هي كانت مليانة الحلة كلها، وبعد كده قلت حبة بحبة. برضو احنا مستمرين ان هي تتبخر كل المية اللي فيها لغاية ما تبقى تقيلة جدا وبيور. عايزه اقول لكم حاجه، احنا زي ما كنا متفقين مع بعض ان انا ما حطيتش فيها اي ميه خالص، لان الطماطم لما بتيجي تستوي على النار بتنزل ميه. تمام. فاحنا هنسيبها كمان شويه برضو تتقل معانا، وهنشوف هنعمل فيها ايه. زي ما انتوا شايفين معايا هنا هي بدأت تتقل معايا خالص اهي. شايفين الميه يعتبر قلت منها خالص، والتسبيكه بقت تقيله. لسه لها شويه صغيرين وهنطفي عليها. الطماطم انا طفيت عليها لاني وصلت للقوام المطلوب. شايفين كده بقت تقيله خالص، ما عادش فيها ميه. طالما عملت كده يبقى خلاص ده القوام اللي احنا عايزينه، واللي احنا هنفرز بيه صلصه الطماطم. ولو هتقعد معاكي كام سنه في الفريزر ما شاء الله عليها. بجد طريقه سهله وجميله. ان شاء الله دلوقتي انا هعبيها في الاكياس وهنشوفها مع بعض. وده كان الشكل النهائي للصلصة بتاعتنا بعد ما انا عبيتها في الاكياس. عايزة اقول لكم ان هي تقيلة جدا، يعني كأنك جايبة صلصة برطمانات بالظبط. تمام. يعني معلقة واحدة معاكي تعمل لك طبخة مكرونة منقذة جدا في البيت، وبالذات للناس الموظفين. يعني معاكي دي هتسد معاكي في الفريزر في اي طبخة، هتطلعها على طول وتشتغلي منها على طول. تمام. هتلاقوني اصلا شغالة بمعظم الوصفات بالصلصة على طول.
عايزه اقول لكم ان هي كانت عامله لي كميه ما شاء الله كانت كبيره، بس قدر الله وما شاء فعل. وانا بعبيها في الاكياس قامت الحله مقلوبه واتكبت، يعني نصها كده او 3/4. بس الحمد لله كل ما جايب ربنا كويسه. واتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفه وما تحرمش منكم ابدا على الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها لي والدعم اللي انتوا بتبعتوه لي، وانا بحبكم جدا. وما تحرمش على كل واحد اشترك في القناه. انا عايزه القناه تكبر وتسمع جدا. بحبكم يا اغلى حاجه في حياتي. اجمل الوصفات مع مطبخ نونا. باي باي، مع السلامه.